السلام عليكم حبايبي، ازيكم يا حلوين؟ النهارده مع بعض بقى هخرجكم شويه من فيديوهات الاجازه ومن فيديوهات اسكندريه، وهنعمل كده حاجه جميله قوي كلنا بنحبها مع بعض. يلا ندخل على الفيديو بسرعه. فقدام قلت لكم يلا ندخل على الفيديو بسرعه، يبقى حاجه حلوه 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 كل الناس مستنيينها. والفيديو يعني اكيد انا حاطه لكم في الاول صوره او كده هتفهموا منها، بس برضو الطريقه حلوه قوي وسهله واي حد هيقدر يعملها، بس اتبع الخطوات خطوه خطوه. اول حاجه بقى كان عندنا سمك بوري اشتريناه. اهم حاجه تبقي عارفه المصدر بتاعه، واهم حاجه تقولي للراجل وانت بتشتريه ان انت محتاجاه علشان تعمليه فسيخ، ولازم يكون طازه ما يكونش مجمد. وحاجة كمان لازم تبقي عارفة وشايفاه ومتأكدة ان هو طازة طازة طازة. كمان خدي السمكة اللي هي مش مبوز يعني ببوز كده اهو، خديها اللي هي شوية هتلاقيها يعني بيضاوية او مدورة كده شوية من فوق. بس هنا كان عندي السمك زي ما انتم شايفين، فضيته طبعا من الكيسة بتاعته وهبدأ بقى اغسله. هتغسلي السمك قبل ما تملحيه؟ هنغسل السمك قبل ما نملحه، وهنشوف ازاي هنطلع منه المية ونظبط كل حاجة مع بعض. يلا خلينا كده نسمي الله ونشوف كده. بسم الله. هناخد معانا السمك ونبدأ ناخد السمكية بالشكل ده كده، وهنشوف نفتح طبعا بقى المية. وهنغسل هنغسل الخياشيم بتاعتها من اي تراب او من اي حاجة تكون رملة، يعني مش تراب ومن الدم وكده. فشايفين كده بيبقى فيها حاجة زي مزفلطة مطرح الدم، فهنبدأ نغسلها كويس. بحاول اني ما ادخلش مية جوه بطن السمكة، حتى لو دخل مش هيهمني، لان هنشوف مع بعض ازاي هنخليها تخرج اي مية موجودة جواها، وازاي هنحاول ننشفها وننزل الدم منها وكل حاجة خطوة بخطوة كده. اهو لو عملتيها واتبعتيها هتوصلي لأحلى طعم فسيخ أكلتيه في حياتك، وحاجة مضمونة ونضيفة وكل حاجة، وحاجة كده لذيذة. عارفين يعني بعد كده مش هتشتروه. طبعا تكلفته مش هتكون زي تكلفة ابدا الفسيخ اللي انتي بتشتريه. طبعا مسكت بقى الخياشيم غسلتها واحدة واحدة كده حلو. انا مجرية شوية الفيديو، انا طبعا مسكتها يعني غسلتها تمام. وبعدين بصفيها كده، قال يعني كده هتنزل كل المية اللي دخلت؟ لا، هتنزل جزء منها. هنشوف بقى. انا بشطف ايدي بس كده كده كده. همسك السمك تاني، هاخد بقى السمك بتاعي وهنشوف هنعمل ايه. هنا هكون مجهزة بقى معايا عارفين المصفى بتاعت الرز دي؟ هكون مجهزة كذا منديل وهحطه طبعا فيها من تحت، ويكون عندي حاجة تانية عشان اللي ينزل من السمك ينزل فيها، ما تنزلش المية على الترابيزة. نشفه بطريقة بقى مظبوطة. هنعمل هنجيب مناديل كتير كتير، او يعني حاجة ننشف بيها. المهم بس طبعا مناديل المطبخ هي اهم حاجة ننشف بيها عشان نشفه كويس قوي قوي. فببدأ انشفه من بره كده، وعند الراس طبعا والديل ما بسيبش حتة فيه من غير ما انشفه. بنشفها كويس قوي 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 على قد ما بقدر. يعني شايفين أهو عمالة امسحه اهو، يعني يعني شوية شوية اكني بنشف مش بيبي، اكني بنشف حيطة لان بعمله جامد، يعني بحاول اعمله جامد. وهنا من عند الخياشيم همسكه كده اهو زي ما انتم شايفين، وادخل المنديل على قد ما اقدر ان انا اسحب اي ميه او اي دم بالمنديل زي ما انتم شايفين كده. بحاول يعني كله ما اخليش اي حاجه. ده انا كمان دخلت كمان يمكن ناحيه البطن كمان شويه، يعني ما دخلتش البطن قوي يعني، بس حاولت اني انشف يعني على قد ما اقدر. بالشكل ده كده هتحاولي تنشفيه كويس كويس. ومش بس هنعتمد على كده، هنشوف مع بعض هنعمل ايه. هنا باخد واحدة واحدة وببدأ أنشفها كده. أنا حطيت طبعا هنا على الترابيزة علشان يبقى قدامي مساحة أطول أو أكبر، يعني إني أشتغل عليها. طبعا بعد ما اخلص هنمسح الترابيزه بالصابونه وبعدين بحبه خل، هتبقى مفيش اي ريحه ومفيش اي حاجه اصلا. والسمك كده كده هو سمك يعني ومش زفر يعني بالشكل اللي هو يعمل حاجه. هنا كنت بقى بطبق مجموعه مناديل، يعني خدت منديلين كده اهو، وزي ما انتم شايفين عملتهم شايفين ازاي. وببدا احشي بيهم، بمعنى كلمه احشي بيهم الحته اللي هي بتاعت الراس من عند الخياشيم، وطبعا من عند البق كمان. عفوا. حاولي كمان تحط تنشفي برضه او تحطي منديل. هنا بعمل بقى للسمكه مساج. شفتوا المساج اللي انا عملته للسمكه ده؟ ما عملتلهاش مساج ده انا كسرت لها عظمه. زي ما انتم شايفين كده بحاول يعني اطري السمكه في ايديا. وهنا كنت جبت دي بتاعت اللي بنغسل فيها الرز،
ودي بتاعت الفشار او البوب كورن. فحطيتها وحطيت تحت من مجموعة من المناديل كتير، ودي عشان زي المصفى كده بس يعني طويلة، فهقدر اني اثبت فيها السمكة ان هي تبقى واقفة مستقيمة. في ناس ممكن تحطها في الشبكة بتاعة الفرن، بس انا قلت بقى بدل ما ابهدل الفرن واخلي الفرن ريحته سمك وبتاع وكده، فحاولت ان انا اعمل حاجات ممكن تكون متوفرة عندك وسهلة قوي قوي ان انت تعمليها. تقدري طبعا تعمليه في اي حاجه، بس لازم يكون حاجه مخرمه، يعني لازم يكون حاجه زي مصفى، او تعلقيهم بقى، تعلقيهم وتحطي عليها شاشه، بحيث ان برضو ما فيش دبانه ما فيش حاجه تيجي عليها بعد ما احنا عملنا العمليه دي كلها. زي ما انتم شايفين اهو، بحاول زي اطري اطري اطري، كسلها من هنا ومن هنا، وبرضو ملت لها زي شايفين الراس والمناديل محطوطه قد ايه. بس اهم حاجه الفيديو ده ما يشوفوش جوزي يقول لي خلصتي المناديل كلها بتاعت المطبخ على على الكام سمكيه دول. المهم زي ما انتم شايفين، انا يمكن بعد لكم الحاجه او بكمل لكم كله، ما حاولتش اني اجري الحته ديت علشان تاخدوا بالكم، واللي فاتته مثلا حته او حاجه او ما اخدش باله انا اشتغلت ازاي او عملت ازاي، يبقى برضو شاف الخطوات خطوة خطوة كده، وشايفين السمك طازة كده وبيلمع وشكله يجنن. أي قشور بتاعت السمك أو كده نزلت عادي جدا، يعني دي مش حاجة تقول يعني تثير غضبك أو تقول إن ديت مش أو السمك مش مظبوط أو حاجة أو تقلقي. لا لا لا، تمام. لازم هينزل منه كام قشرة من مطرح الغسيل ومطرح ما انتي بتنشفي وبتحركي كده فيه. اهو كلهم بقى عملتهم التلاتة كده، وزنقتهم طبعا علشان احاول اوقفهم، فزنقتهم مع بعض. انا كنت بعمل لكم بس يعني عملت 3 سمكات، ما عملتش اكتر. ليه؟ لان ما فيش الا انا وجوزي بس اللي بنحبه بصراحة. وفي واحدة يعني هتروح برضو لواحدة صاحبتي، وان شاء الله اعمله تاني وادي لاصحابي التانيين. بس انا قلت اجربه واعمله واشوف السمك هنا هيعمل ايه. هو كان جوزي عمله قبل كده بس انا ما صورتهوش، يعني كان من فترة، يعني من اكتر يمكن من قبل ما اعمل انا القناة، وعملته برضو واحنا في القناة، بس صورت جزء والجزء التاني للأسف ما تصورش، فطبعا ما عملتوش. هنا كنت بحاول بقى اوقفهم كده واسندهم علشان يبقوا ايه يعني مسنودين، ما يناموش وتبقى المية اللي فيهم ما تتصفاش كويس. فحاولت اسندهم كده على بعض، وجبت كمان المعلقة الكبيرة دي بتاعة الغرف وحطيتها عشان يسندوا عليهم، وهي عشان ما بهدلش الدنيا. بعد كده هجيب مناديل واقطعهم يعني مجموعة كده مع بعض، واحاول الفهم حواليها. انا ما كانش عندي شاشة بصراحة او حاجة اغطيهم بيها، فقلت اعملهم بالمناديل بتاعة المطبخ، في نفس الوقت ان هم هيحافظوا عليهم مش فيش اي حشرة يعني دبانة حاجة تيجي عليهم او ترابة او كده اهو. وبرده في نفس الوقت ان انا هتخلص منهم، فمش يعني مش هغسلها او كده، هاخدهم وارميهم بس. يعني مش عايزة اطلع برضو مواعين كتير طبعا انتوا معايا ان المواعين عندنا بتتكاثر كده وبتكتر ما تفهميش ازاي. هنا كان تاني يوم وطلعنا الفسيخ بالشكل ده او السمك بتاعنا بعد ما صفى بقى ميته كلها. شايفين اللي هتلاقوا من المناديل تحت نزل فيها مية ونزل فيها برضو جزء من الدم زي ما انتوا شايفين كده. خلاص صفت كل اللي فيها كده، اتأكدت ان السمكة بتاعتي مفيهاش اي مية مع اي دم. هجيب مناديل تاني بشيل طبعا اللي في الخياشيم اللي انا كنت حطاهم، وهجيب برضو ورقة تانية وابدأ امسح تاني وانشفهم تاني، بحيث اني ابقى متأكدة 100%. وبعدين هنعمل ايه؟ هنجيب بقى خلطة. الخلطة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن شطة وكركم وملح. الملح لازم يكون خشن، يعني اللي هو الملح مش الناعم، مش اللي بنحطه على السفرة، مش بنعمل بيه الاكل، لا الملح التاني ده ده هيحافظ لك على السمكية، وفي نفس الوقت مش هيحدقها معاكي. طبعا ما تكتريش يعني برضو، لان برضو هو في الاخر ملح، بس هيحفظ لك السمكية وبرضو مش هيديها الحدق اللي لو جربتي تعمليه بالملح العادي. هنا بقى همسك السمكية وزي ما انتم شايفين كده هبدأ احشي الخياشيم وادخل بصبعي كده على قد ما اقدر. يعني انا حاولت ادخل للبطن شوية برضو علشان يعني يحفظها لي. انا بعمل ايه دلوقتي؟ بحشي كل الخياشيم، يعني هكبسها خالص. عارفين يعني كلمة هكبسها؟ هكبسها بمعنى كلمة هكبسها.
وطبعا من عند البق هنا برضو بق السمكة برضو هحط فيها برضو من الخلطة بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده بعمل الثلاث سمكات بنفس الشكل. انا حاولت اني اوضح لكم وتشوفوا، شايفين صبعي بيزق ازاي وبيكبس ازاي الملح والخلطة بتاعتي. بكده ببقى يعني متأكدة ان السمكة بتاعتي اتحافظ عليها كويس جدا، وان هي ان شاء الله مش هيحصل فيها اي حاجة. بكبسها بقى بالشكل ده كده، وبكرر العملية طبعا في الثلاث سمكات. وبعدين بجيب حبة زيت على باقي الخلطة اللي موجودة، اللي بصراحة الخطوة دي يعني اختيارية، بس انا بصراحة المرة اللي قبل دي عملته من غير ما احط الزيت. المرة دي قلت اجرب بالزيت، وبصراحة حافظ لي على السمكية وعلى تراوتها، ويعني عطى نتيجة حلوة معاها. لان انا بحط نقطة يعني مش هحط كمية. وهبدأ بقى ادلك كده السمكية واديها اللون الجميل كده الذهبي ده. واجيب كيسة، وزي ما انتم شايفين بالشكل ده كده هبدأ احط فيها رشة بسيطة جدا من الخليط بتاعي، وبعدين ابدأ ارص فيها السمك هترصيه واحدة واحدة كده، والتانية عكسها، واحدة هتبقى الراس عكس الديل، وهكذا طبعا على حسب الكمية اللي عندك. ولو كمية كبيرة حاولي تعمليها على يعني على 2 على كيستين. بس يعني لو مثلا لغاية 4 5 سمكات عادي تقدري تعمليهم في كيسة واحدة. أنا هنا كنت هعمل 2 لوحدهم وواحدة لوحدها، وبعدين غيرت رأيي قلت إيه، خليني أعملهم التلاتة خلاص مع بعض، بحيث إني أفتح عليهم التلاتة مع بعض وخلاص. انا كنت هفتح على واحده كتجربه، وبعدين افتح على التاني. لو انت اول مره تعمليه اعملي كده، اعملي واحده لوحدها واعملي التانيين، بحيث ان انت لو مثلا في الصيف بيختلف عن الشتاء في الوقت بتاعه. يعني في الشتاء تقدري تخليه من 15 ل 20 يوم، في الصيف من 10 ايام ل 12 13 يوم بالكتير. هنا هبدأ بقى ألفه كويس واطلع منه أي هوا. أهم حاجة في الخطوة دي إن السمك بتاعك والكيسة ما يكونش جوه الكيسة مساحة خالص للهوا، بتكبسيه على قد ما تقدري. أنا ربطته كده، وبعد كده جبت كيسة تانية وحطيته برضو. وهنشوف دلوقتي هنلفه ازاي، هنلفه كذا لفة يعني. بصي كتري بقى الأكياس بتاعتك زي ما انت عايزة. ممكن تلفيه كمان بورق ألمونيا بعد، بس ورق الألمونيا بعد الكيسة. اوعي تلفي ورق الألمونيا قبل الكيسة. عارفين طبعا ان الألمونيا بتتفاعل، فما ينفعش ان انا املح فيها حاجة. زي ما انتم شايفين بقى كده جبت كذا كيسة، وفضلت الفها بالشكل ده كده واخرج الهواء. بعدين علشان اتاكد من ان هي محكومة كويس وان هي مضغوطة وما فيهاش اي نوع من الهواء، جبت ورق البلاستيك ده او ورق السلوفان، او زي ما انتم بتقولوا عليه، او البليكولا زي ما انتم بتقولوا عليه يعني. ده جبته وبدأت ايه الف كده واكبس، بحيث ان هو يكون محكم جدا جدا، ويكون مضغوط، ويكون ما يعني ما اسمحش ابدا للهواء ان هو يدخل فيه. بعد بقى ما هخلص الخطوة ديت هحطه في اي صينية او اي حاجة اكون مستغنية عنها لوقت، يعني الكام يوم دول، واركنه في مكان يكون جاف، ما يكونش فيه سخونية. ويعني مثلا قولي فوق دولاب المطبخ من مكان يكون بعيد على النار. وبرده شايفين بحطه تاني في كيسة تانية وبقفل بقى عليه. وهنا بقى كده هيكون تمام قوي، وهوريكم هعمله تاني برضو بالبلاستيك. بقول لكم يعني احكموه على قد ما تقدروا ان هو خلاص ما يكونش فيه اي نوع من اي هوا ممكن يدخل عنده. بنعمل بقى ايه، خلاص كده تمام اهو زي ما انتم شايفين. بوريكم ده اول ما خلصت، وهشيله بقى ده هنا. لما رجعت بعد ال 12 يوم افتح عليه زي ما انتم شايفين بقى كده، هنشوف ايه حلاوة اللي طلعت وشكله كويس ولا لأ، وايه النتيجة. طبعا دي اللفات بقى اللي احنا عاملينها مع بعض اهو، زي ما انتم شايفين دي النتيجة بتاعتنا. بنحاول نفتح ونشوف ونسمي بسم الله ونقول هيطلع ايه يا ترى. لو وصلتم لغاية هنا قولولي في الكومنتات هيطلع ايه معاكم. تخيلوا بقى معايا بعد التعب ده كله السمكية دي هتطلع ازاي، وحلوة ولا لأ. وفعلا انا وفرت او عملت حاجة انا بحبها. هو بصراحة انا بالنسبة لي هنا مش حكاية وفرت، انا بالنسبة لي هنا هو مش موجود اصلا، فانا لازم اعمله عشان انا بحبه انا بس وجوزي اللي بناكله. فعشان كده انا عملت 3 سمكات بس، يعني انا كان ممكن اعمل اكتر،
لان سعر البوري هنا مش غالي. قولوا لي سعر البوري عندكم كام وسعر الفسيخ عندكم كام، وانت هتعرفي ان الموضوع يستاهل. ولما يكون حاجه نظيفه وانت عاملاها بايديكي وضمناها، هتعرفي وتتاكدي ان انت بتعملي حاجه صح، حاجه ما خدتش مننا وقت خالص. انت عملتيها في وقت قليل جدا، ومش متعبة مش مرهقة، وحاجة النتيجة بتاعتها مرضية. بصراحة أنا النتيجة بتاعتها بالنسبة لي كانت مرضية، وكان بالنسبة لي مبسوطة. بوريكم طراوة السمكية بعد ما طلعت، وبوريكم ازاي لونها طبعا الذهبي ده. انا كنت هغسلها بصراحة، بس ما كنتش عاملة حسابي ان انا هاكلها على طول. يعني انا قلت هشيلها ويوم كده اجيب رنجة وحاجات وايه وتبقى اكلة يعني. بس بصراحة أول ما شفت وشميت الريحة، لو أقول لكم على الريحة تحفة تحفة تحفة. آه، أول ما شميت كده الريحة بتاعته ما قدرتش بصراحة أقاوم، وعملت منه وأكلت. يعني على طول أكلت، يعني خلصنا سمكتين منه في في بالليل، وكنا في العشاء يعني ما كناش في وقت بتاع ابدا اكله زي دي. بس انا طول عمري بحب اكل الفسيخ في اي وقت، يعني ممكن الساعه 3 4 بالليل تلاقوني باكل فسيخ، ما بقدرش اقاومه بصراحه. المهم هنا بقصقصه بقى كده، بحيث ان يعني لما اجي افتحه او كده او اكله يعني ما يعورنيش. ده لو هاكله كسمكيه بالكامل مش هخليه. في ناس بتفتحه من الظهر، ده صح، واكتر الفسخانيه وكده بيفتحوه من الظهر ما بيفتحوش من البطن. والناس اللي هي بتقرف او بتخاف او كده تفتحه من البطن، وتنضفه طبعا كويس بمعلقه او حاجه. وزي ما انتم شايفين احنا كده كده بنستغنى عن الراس خالص، بننضفه كويس. شايفين السمكيه قد ايه طريه، انا بعملها كده بس بايدي. يعني قلت اشوف اللحم هيطلع معايا بايدي ولا لا، طلع يجنن تحفه. كنا بناكل اكل، ركننا الاكل التاني خالص وقعدنا ناكل في السمك. حتى طريقه التقديم يعني بالنسبه لي اللي انا قدمتها دي يعني مش طريقه لذيذه كتير، بس يعني بصراحه ما قدرتش اقاوم، ما قدرتش استنى بقى اكون عامله فلفل وطماطم وخيار وحاجات كده حطها جنبه. لا ما قدرتش اصبر بصراحه، واكلت يعني كان فظيع بصراحه. جبت بقى السمكية التانية وقلت اجرب افتحها لكم من الناحية التانية، من ناحية البطن. وبرضو هننضفها بنفس الطريقة ونقطع الراس وكده، وبعدين نحطها طبعا بعد ما ننضفها كويس. تقدري طبعا تشطفيه عادي لو انت هتاكليه، لكن طول ما انت لسه مش هتاكليه ما تشطفوش، حطيه بس تحت الزيت في اي برطمان وشيليه. ده هي طريقة التخزين بتاعته، هتكون لا اما تخليه زي ما انا خليت كده جزء وتحطيه في علبة وتقفلي عليها برضو تحطي عليها زيت، او ان انتي تخليه وتحطيه في برطمان، او تحطيه زي ما هو كامل في برطمان برضو وتغطيه بالزيت وتحطيه عندك في التلاجة. هنا كنت بشيل الشوكة. شايفين الشوكة هتطلع بمنتهى السهولة، وهتطلع من غير اي حته لحمه. يعني لو فيها حاجات بسيطه كده بقى طبعا الشوكه دي مش هتترمى، الشوكه دي هتتركن على جنب كده وبعد التصوير هتتمصمص. طبعا الحاجات دي ابدا ما هجيبها ابدا في الفيديوهات ولا في التصوير. اكل الفسيخ ده متعه بصراحه. مين فيكم بيحب الفسيخ؟ انا كنت عملت لكم قبل كده فيديو عن البسارية وفيديو عن السردين المملح. وبصراحة الطرق اللي انا بقولها لكم ديت طرق عن تجربة، ومش تجربة لمرة واحدة، جربت الحاجات ديت اكتر من مرة. عشان كده لما بقولها لكم وانا كل ثقة، ما بنزلكوش اي فيديو ما بكونش جربت الحاجة او ما بكونش فعلا الحاجة طلعت نتيجتها كويسة معايا. لو حاجة نتيجتها طلعت وحشة هقول لكم طلعت وحشة وطلعت وحشة ليه، ومش هقول لكم المقادير ولا انزل الوصفة. او هقول لكم انتبهوا لما تيجوا تعملوا كذا، انتبهوا من كذا. دي كانت الفسيخيه بقى ايه اللي انا قدمتها بحالها. انا بحب قوي اكل الفسيخ بالشكل ده، ما بحب شكله مخلي. يعني كذا مره يجيني الفسيخ مخلي مش بستمتع بيه. يعني باكله بيعجبني وكل حاجه طبعا وبتجنن عليه، بس ما بستمتعش بيه. يعني بستمتع قوي لما امسك السمكيه كده وابدا اكل منها. هنا كنت حطيت عليه زيت زيتون واحط عليه ليمون. طبعا لو عندي بقى فلفل بقطع فلفل واقطع طماطم واقطع خيار زي ما قلت لكم كده. وطبعا بصل اخضر، انا ما بحبش البصل الاخضر يعني، بس الناس كتير لما بتاكل الفسيخ والحاجات دي بتاكل جنبه بصل اخضر او بصل محطوط في الخل. يعني زي ما انت حابه تقدري تقدميه.
علشان برضو بتكسري الملوحة بتاعته. بس هو بصراحة كان الملح بتاعه مظبوط جدا. تقدري تقللي الملح وتقدري تكتريه، بس ما تحاوليش ان انتي تقلليه قوي علشان السمكة بتاعتك تحافظي عليها. لو عايزاه ملوحة هتروحي حطاه وقت اقل، يعني انا بقولك من 12 يوم ل 14 يوم انتي هتاخديه ال 12 يوم. ولما تطلعيه تحطيه في، لو هتاكليه تحطيه في ميه بالليل وتاني يوم الصبح تبدأي تاكليه. لو مش عايز تعملي كده بتحطيه في الزيت، يعني بتخليه او بتحطيه هو نفسه في الزيت لكام يوم، هيمتص برضو الزيت الملوحة بتاعته لو انتي طالعه يعني معاكي حادق. دي الحاجات اللي تقدري تعالجيه بيها لو طلع حادق. شايفين القطعه طلعت ازاي؟ انا طبعا قطعت لكم حته تانية صغيره. شايفين اللحم؟ مفيش لحم في الجلده، وفظيع طعمه وريحه بصراحه ممتاز. ده اللي انا خليته وده اللي حطيته في البرطمان. زي ما قلت لكم تحطوا البرطمان تحت، يعني تحطوا السمكه تحت الزيت. واتمنى الفيديو يكون عجبكم وجربوه، وقولي لي في التعليقات النتيجه ايه. واسفه لو طولت عليكم الفيديو.